صدرت أوامر للتنظيمات الموالية لسوريا بمهاجمة واحتلال مقار منظمة التحرير والحركة الوطنية اللبنانية في بيروت الغربية، إلا أن قوات منظمة التحرير قامت بضربة استباقية ضد منظمة الصاعقة الموالية لسوريا وحلفائها، تعرض خلالها الأمين العام للجبهة الشعبية القيادة العامة إلى خطر حقيقي. أبو عمار كان ضد اغتيال القيادات أو تصفية قيادات، وهذا حصل مع أحمد جبريل. رفض أبو عمار تصفية أحمد جبريل عندما ألقي القبض عليه من قبل جماعة أبو العباس في الصراع الداخلي داخل القيادة العامة. وأبو عمار حمى أحمد جبريل وحطه عنده في المقر، وأنا كنت من الناس الموجودين. حمى لأحمد جبريل، وقال يومها كان في عدد من الإخوان بيطالب بإعدامه لأحمد جبريل، وكانوا بدهم يصفوه، جماعة أبو العباس وطلعت يعقوب والى آخره، جبهة التحرير الفلسطينية اللي انشقوا عن القيادة العامة، وكان يمكن يصفوه. If he stay there with his fighters, we will go on Tripoli.